بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله حلقة جديدة من داخل مجزر المعلم إبراهيم. إن شاء الله هيعرفكم على كل حاجة في الذبيحة من أولها لآخرها، إيه الحتة اللي تنفع فرم، إيه الحتة اللي تنفع ناعم، إيه الحتة اللي تنفع في السل. إن شاء الله معانا. أهلا وسهلا بك يا عم إبراهيم. أهلا وسهلا. أخبارك إيه يا باشا؟ الله يخليك يا ريس. معانا المعلم إبراهيم، طبعا واخد المهنة من أبا عن جدا إن شاء الله. معانا النهارده هيشرح لكم إن شاء الله بالتفصيل الذبيحة هي هو لسه ذبيحها دلوقتي إن شاء الله. مع بعض هيقول لنا أول حاجة في الذبيحة وإيه اللي ينفع فرم وإيه كل حاجة. اتفضل يا عم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا داخلين على العيد الكبير طبعا. معظم الزبائن بتخش دلوقتي يقول لك أنا عايز كيلو لحمة حمرا وخلاص. فطبعا الكلام دوت في عالم الجزارة لازم كل حتة في الذبيحة ليها تفصيلة وليها شغلها، مش أي لحمة وخلاص تتاكل وخلاص. هنبدأ أولا المذبح. لحمة ناعمة ممتازة طبعا بتخش في الخضار. أحلى حتة لحمة تشتغل في الخضار المذبح. عندنا حتة اسمها السمكسة، لحمة ناعمة برضو تشتغل في الخضار جميلة. عندنا الكتفة بتاعت العجل موجودة هنا، طبعا أنا بعتها قبل عم سامح ما يجي. دي حتة لحمة خشنة بتخش طبعا برضو في الخضار. هنيجي لمنطقة الضلوع أو الريش، ديت أجمل حتة لحمة تتعمل في المفروم، تخش في الخضار، تخش في السليق. دي أجمل حتة لحمة في الذبيحة. طبعا يليها عرق الفليتو. تالت حاجة هنخش على الدش. الدش ممتاز ان هو فيه 30% او 40% سمين، بس بيبقى جميل في المفروم. طبعا منطقة خشنة. في ناس بتعشق الدش، ناس اللي بتحبش اللحمة الحمراء بيحبوا الدش لانه معظمه بيبقى فيه سمين، بيحبوا السمين بتاعه. دي يا جماعة منطقة الدش اللي الناس بتسألنا عليها في المفروم. ايه منطقة الدش؟ هي ديت يعني ايه صدر الذبيحه. هي دي اللي بتخش في المفروم. كل مره بنقول عليها بنجيب لحمه مفرومه ولازم نحط على الكيلو 20% من الدش. 20 أو 30%. طب فايده الدش ده يا حاج ابراهيم؟ الدش ده ممتاز ان هو بيبقى فيه الدهنه بتاعته بتبقى ماسكه في المفروم، بتخلي المفروم ما يقعش من على السيخ. ايوه. او تخلي اللحمه تفرول. تمام. تخليها ماسكه كده. يعني احلى حته في المفروم ان الواحد احلى حته في المفرومه يعني مش اي دهنه. يعني لا مش اي دهنه. في ناس تقعد تقول لك حط لي حته دهنه من الكلاوي. طبعا الكلاوي بتسيح، مظبوط، تخلي المفروم يفرول. يفرول ويفك من على السيخ. تمام. لكن دي منطقه الدش. هي منطقه الدش اجمل حته لحمه تتعمل في المفروم. تمام. تمسك السيخ في السيخ ما تقعش ابدا. لا ما تقعش. تمام يا فندم. طبعا عندنا طبعا الموزه بتبقى في الكتف. أيوة. في موزه خارجيه وفي موزه طبعا بتبقى داخليه تحت هنا. الموزه ديت فيها حاجه اسمها جيلاتين. طبعا اللي يعرف الموزه او يحب الجيلاتين اللي هو في الموزه هيعشق الموزه طبعا. تمام. ومش اي حد ياكل الموزه، ومش اي حد تيجي تديله كده من بره الموزه. أيوة. طبعا الموزه لها زباين مخصصه. حتى في ناس بتيجي تقول عايزه لحمه وما تلاقيش الموزه بتمشي على طول. ايوه تمام. ما بفضلش حاجه غيرها لانه عشق الموزه دي. فيها نسبه جيلاتين كده جميله. تمام. طيب سعرها يا معلم برضه نفس السعر اللحمه العاديه؟ سعر اللحمه بس دي للزباين هي يعني ايه؟ لها زبائن مخصصه عاشقينها. يعني ناس بييجوا يخشوا هنا يقول لك انا مش عايز غير الموزه. تمام. طبعا ماشي كمل يا باشا. الكتف لحمته ناعمه، وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اي حته لحمه مختلط بها العظم بتبقى ممتازه جدا وبتبقى طعمها جميل ومسكره، بعيد عن الحقن وبعيد عن اللهم صل على النبي التحصينات وكده. منطقه الكتف. تمام. هنطلع فوق. بيت الكلوه ده عامه في الارياف نعرف باسمه بيت الكلوه. تمام. ماشي. او الريب اي او الروز بيف او الانتركوت. الحته المنطقه دي كلها كده مظبوط. ليها كذا مسمى بتختلف حسب المكان. دي منطقه الروز بيف. الروز بيف ديت الانتركوت. ايوه. منطقه جميله جدا وناعمه في الاكل،
وبتنعمل منها ستيك بتبقى أيوة. كويسه جدا. تمام. في المسلوق بتبقى جميله جدا في الخضار. يعتبر تاني حته لحمه كويسه بعد الريش. انا كنت عامل حلقه عن الروز بيف يا جماعه، دي منطقتها هي من اولها كده، دي اسمها ايه؟ الروز بيف او ايه؟ او الانتركوت او الستيك او الستيك. دي تنفع ممكن تخش فرن او سلق وتتقطع طرنشات برضو. تتقطع طرنشات تنعمل ستيك كده تبقى طعمها تمام. وللشوي برضو يا شيف؟ وللشوي بتبقى كويسه جدا. تمام. هنطلع عندنا هنا حته اسمها الصدفه. أيوة. او الكولاطه. طبعا دي الحته دي ناعمه جدا برضو. ممكن تتعمل كباب حله تبقى جميله جدا في كباب الحله او في السليق، جميله جدا جدا يعني. أيوة. المنطقه الصغيره ديت ما بتتعداش 4-5 كيلو. تمام. اسمها شيف؟ اسمها الكولاطه. الكولاطه. تمام. حته ممتازه جدا. دي ناعمه بتكون يعني في الخضار، تنفع الخضار؟ في الخضار، في السليق، في كباب يعني الحله بتبقى جميله ناعمة. جدا جدا جدا. ايوه. تمام. يعني بتستوي على طول يعني؟ بتستوي على طول. تمام. عندنا العكاوي. ايوه. لما بتتعمل طاجن بتبقى طاجن العكاوي. تمام. طاجن العكاوي بيبقى فخامه يعني. تمام. وفي ناس بتعمله مسلوق وبتدخله فرن بعد ما تسلقه بيبقى طعمه جميل جدا. تمام. عندنا وش الفخده، ودي حته يعني زي ما بيقولوا كده ناشفه جدا. دي حته ناشفه. وش الفخده بتمتاز لانها بتبقى لو جالك ضيوف ولا حاجه، في ناس بتفضل تعمل لها قطع كده بتبقى ناشفه. لا افضل يعني اكلها. في ناس زمان بيحبوا يعني ياكلوها عشان يعني لحمه الاطفال وكده. بتكون خشنه شويه. تمام. دي ممكن تتعمل منها مفروم عشان برضه صلابتها وكده، ويخش معاها الدش. يعني تخش في المفروم دي. الوش الفخده. ايوه. عندنا السمانه. المنطقه ديت السمانه طبعا لحمه ناعمه وممتازه جدا. تمام. ممكن تتعمل منها بفتيك تبقى جميله جدا. بفتيك. تمام. منطقه السمانه. حلو. هنيجي على عرق التربيانكو. العرق دوت. ايوه. ده لحمه خشنه. تمتاز ان ممكن نعملها لحمه بارده. في ناس كتير بتسال عن موضوع اللحمه البارده والبفتيك. ممكن برضه يتعمل بفتيك بس لازم يتدق دقه كويسه جدا عشان اللحمه خشنه وصلبه. مظبوط. ممكن يتحشي يا شيف؟ ممكن نحشيه مثلا في ناس خضار، نحشيه بيض، نحشيه حاجه كده. تمام. يبقى جميل جدا. تمام. هنطلع بقى على الموزه. وزي ما قلت لكم الموزه ديت لحمه جميله جدا. فيها نسبه الجيلاتين بتاعها جميل. ولحمه كويسه في الاكل، وطبعا لها زبائن. ايوه. تمام. طيب يا شيف، في كم عرق في الذبيحه؟ حد سالني قبل كده في كم عرق في الذبيحه، فقلت هسال وبرضه اجاوب على الناس. الذبيحه فيها عرقين فيليتو وعرقين تربيانكو. عرقين فيليتو. الفيليتو طبعا ناعم. نسينا نوضح ان عرق الفيليتو بيبقى موجود تحت الكلوه او فوق الروز بيف اللي هو الانتركوت، بيبقى موجود على الضلوع الصغيره ديت. مظبوط. طبعا عرق الفيليتو بيمتاز انه لحمه ناعمه جدا جدا، ما بياخدش سوا خالص على البوتاجاز. مظبوط. بينفع في الشوي، ينفع في كباب الحله. لحمه ممتازه جدا، بيسموها لحمه المستعجلين. يعني المستعجلين. اي حاجه بسرعه كده تطلع على طول لحمه، ما بياخدش وقت خالص. تمام. وليه زباينه طبعا. ايوه. والعرق الثاني؟ العرق الثاني اللي هو التربيانكو، اللحمه الخشنه دي. دي العرق الثاني. اللحمه الخشنه دي. مظبوط. يعني هم دول عرقين في الايه؟ في الذبيحه. مظبوط. تمام. طيب بالنسبه نسبه الدهون في الذبيحه بتختلف من عجل لاخر؟ من عجل لعجل. طبعا. طب ايه السبب بقى؟ حسب العلفه وحسب عندنا بيبقى فيه عجل الامكانيات بتاعته، مستوى الحرق بتاعه. تمام. اي عجل تاني بيختلف من عجل لعجل. وحتى نوع الاكل طبعا. نوع الاكل وافرازات البهيم. مظبوط. افرازات البهيم تختلف من عجل لعجل حسب مستويات الحرق بتاعته. ايوه صح كده. طيب لو حد عايز يفرم لحمه تنصحه بانهي حته الفرم؟ يفرم لحمه الريش. الريش او الضلوع. دي اجمل حته لحمه في الطعم. للفرم. للفرم. هتدخل حاجه غير الريش، ممكن تاخد وش فخده مع الدش. تمام.
طب والرقبه ايه رايك فيها؟ لا الرقبة هتنفع في الخضار لأنها بتبقى فيها زي ريش كده مكان المذبح. تمام. طالع المذبح بيبقى فيه حتات صغيرة كده في العظم، فما ينفعش تخش مفروم. مظبوط. يعني احلى حته اللي هي اما الريش، الريش اما تاخد وش فخده مع وش. يعني ديت كده وش الفخده، وش الفخده وظهر الفخده من ورا. ظهر الفخده طبعا. ايوه دي ظهر الفخده من ورا. ايوه ظهر الفخده ولا وش الفخده. تمام. طيب يا شيف، بالنسبه بقى ايه للكبده والحاجات ديت. الكبده اللي هي الطازه والحاجات ديت. انا بفضل ان محدش يشتري كبده من جزار الا عن ثقه. تمام. وطبعا لما تروح تشتري كبده من محل جزاره وانت ما تعرفوش، يفضل ان انت تشتريها طازه بس، يعني ما تكونش دخلت الثلاجه. تمام. وانا معود زبايني الحمد لله ما حدش بياخد مني كبده تكون مثلجه او دخلت الثلاجه بفضل الله، يعني ده حاجه كويسه جدا. تمام. والكبده لازم تكون طازه. تمام. يعني الكبده يعني ممكن لو واحد ما عندوش ضمير ولا حاجه طبعا كتير يدخل في السوق بتحصل كتير، يدخل كبده مستورده مع كبده بلدي. صح. فالصح ان الواحد ما تاخدهاش غير طازه. تيجي الذبيحه طازه، فالواحد يبدا ياخدها طازه على طول. عشان طبعا لو دخلت التفريز بتتوه بينها وبين اللحمه المستورده، الا طبعا ان كان جزار ثقه. هي بتتعرف نادرا ان هي لحمه، ان هي كبده مستورده او كبده عاديه، لان بتبقى لونها باهت شويه. ايوه. ما بيبقاش زي الكبده. بس مش اي حد يعرفها برضه يا شيخ. مش اي حد يعرفها طبعا. هي بتبقى في العيد الكبير طبعا بتحصل لخبطه كتير، والجزارين الا من رحم ربي. تمام. بيستغلوا الموضوع دوت. تمام. طب لو حد جه قال لك عايز حته لحمه، تساله عايزها لايه ولا تقطع له اي حته لحمه خلاص؟ بتحصل مواقف كتير في موضوع عايزها لايه ديت. في ناس بتقول لي مش لك دعوه في طريقه ضحك وكده، وفي ناس بتقول لك عايزاها زي ما عايزاها، في ناس بتقول عايزها سليق، في ناس بتقول عايزها مفروم. فمعظم اللي بيخش هنا عارف طبعا الجزار بتاعه ثقه. كان من ضمن المواقف اللي حصلت معايا، كانت واحده لسه زبونه يعني جديده، فداخله عليا عايزه نص كيلو لحمه. تمام. فقلت لها اجيب لك موزه، قالت هات ماشي، المهم تكون حمرا. فبعد ما قطعتها قالت لي فرمها. قلت لها يا ست الكل دي ما بتتفرمش. ايوه هي حبت تنصح عليك. فالمهم حطيتها في المفرمه على طلب الزبون بقى. المهم ما طلعتش نصها، يعني طبعا الموزه ما ينفعش تتفرم، فيها عروق والياف، ما ينفعش تخش المفرمه. تمام. ده من المواقف اللي حرمت اسال الزبون انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ صح كده. تمام. طيب ايه تاني؟ الكبده بقى يعني ممكن نشرحها كده، هي قطعه واحده ولا بتكون ازاي ولا ظروفها ايه؟ بتبقى قطعه واحده طبعا، بيبقى عليها الحلويات اللي هي اجمل حاجه في الذبيحه. تتعمل كباب حله. طبعا الجزار ما بيرضاش يديها لحد خالص. أيوة. الا الحبايب دي. الحته دي كده، حته الحلويات ديت ممتاز وطعمها جميل جدا جدا جدا. تمام. بتتعمل زي كباب حله كده ببصله، تبقى جميله. ما بيرضاش الجزار ما بيرضاش يديها لحد من طعمها، او وهو واقف يشفي كده بيكون حاططها على البوتاجاز وايه حاجه مستعجله كده يعني. تمام. الكبده طبعا زي ما شايفين حضراتكم كده. مظبوط. دي كبده بلدي. دي كبده عجل كامل دي. كبده عجل كامل. ايوه. لسه طازه. تمام. طبعا هي بتتعرف ان هي لونها بيكون وردي كده مش لونها مثلا كاتم او لون احمر كاتم ولا حاجه. لا مش وردي فاتح، لان الورد فاتح دوت بتبقى مثلا بتلو صغير او دخلت الثلاجه. مظبوط. تبقى عامله زي الورد كده. ايوه. لكن هي بتبقى شكلها دي الشكل بتاعها يا جماعه. ايوه. تمام. طب الكيلو منها يعمل كام ده يا شيخ؟ الكيلو ب 130 جنيه. الكيلو ب 130. طب واللحمه ليها اسعار ولا كله سعر واحد؟ اللحمه طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت لسه اسعار اللحمه مرتفعه جدا بسبب غلو الاعلاف، وطبعا كل اللي كان عنده حاجه طلعها. ايوه. فالعجال البلدي هنا رفعت الاسعار، رفعت بطريقه جنونيه، وصلت ل 130 في الارياف. ايوه. طبعا في المدن مش هنتكلم بقى، تلاقيها عامله 160 170 جنيه بسبب غلو العلف، والناس زهقت من الاكل ومحدش معاه طبعا يوكل قد كده، فكله خرج اللي عنده. زائد نسبه
الحيوانات الإناث اللي اتذبحت بطريقة غبية في معظم البلدان الأخرى. دي ساعدت على ندرة الذكور. طبعا ارتفعت الأسعار بشكل جنوني. وصلت لعند 58 و57 صاحي. مؤثر ان بنروح نجيب اللحمة او العجل بنجيبه بعظمه كده بيوصل لحركة 93 94 95 جنيه. تمام. ده طبعا ارتفاع جنوني في الأسعار، وصلت عندنا في الأرياف ل 130 جنيه. ايوه تسلم يا شيخ. بتختلف من حته لحته تانية. في ناس بتيجي تاخد عرق الفيليتو بتقشره، او عرق الدبرانك بتقشره، او وش فخده، بيفرق 10 جنيه طبعا عن السعر العادي. لو حد هياخد حته على بعضها كده. لو حد هياخد حته على بعضها يقول لك قشرها وكده. طبعا الناس اللي بتحب اللحمه الحمراء، فالنصيحة مني كجزار مفيش أحسن من حتة اللحمة الملبسة. طبعا بتروح يقول لك الدكتور محرم عليا اللحمة واللحمة الملبسة والدهون. طب بالنسبة للدهون يا شيف، الدهون اللي هي بتاعت العجال ديت مضرة؟ لا، أنا موضوع الدهون دوت أبا عن جدا بناكل الدهون ديت، ما بنعرفش ناكل حتة لحمة حمراء طبعا. تمام. الدهون اللي خلقها ربنا ديت ما فيهاش اي ضرر خالص، ولا كوليسترول زي ما بيقولوا الدكاتره. امال الضرر من ايه بقى؟ تمام. في الزيوت المهدرجه والسمنه النباتين، هي دي اللي بتجيب الامراض للناس. صح كده. مش الدهون بتاعتها. اما الدهون لو حد كل مثلا حته لحمه ملبسه ولا حاجه. عندي في ناس بتيجي هنا وهي بتاكل اللحمه بتقعد تمد ايديها على الدهون وتاكلها عادي. مظبوط. نيه كمان. تاكل نيه كده. تمام. بعيد عن اي حاجه، الزيوت المهدرجه والسمنه النباتين والكلام دوت هو اللي بيجيب الامراض للناس. لسه ماشي. طب بالنسبه للقلب والحاجات الثانيه ديت، القلب اللي هو بتاع القلب بيخش طبعا في كباب الحله مع الكبده، ويفضل لما تيجي تعمل كبده تدخل القلب قبل الكبده لانه ناشف شويه فبياخد سوى عن الكبده. طب والكلاوي؟ والكلاوي طبعا نفس الكلام. في ناس بتسلقها وتقطعها ترانشات كده وتاكلها مسلوق. الكلاوي بيجي يقطعها مخصوص يعني. تمام. طب بالنسبه نسمع عن حلويات المذبح. حلويات ايه حلويات المذبح؟ هي حلويات المذبح زي حلويات الكبده. دي حلويات الكبده كده. حلويات المذبح طبعا موجوده هنا هي. ايوه دي كده طبعا بتتعمل كباب حله، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الجزار ما بيرضاش يديها لحد لان بتبقى ما شاء الله جميله ومسكره. اسمها حلويات طبعا من اسمها حلويات عشان هي حلويات فعلا. عشان هي فعلا حلويات. تمام. دي بتتضاف بقى مع الكبده بتتضاف مع الكبده، وانا عامه كده بعملها راحه كده في الطاسه بتاعتي. ايوه تمام. تسلم يا شيخ. طيب ايه تاني؟ حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ بالنسبه المخاصي. عندنا المخاصي. نسينا نقولها برضه. عشان ما نسيتش حاجه برضه. من الاكلات الشعبيه الجميله جدا. بنفتحها. بتفتح. تمام. بتبقى فيها غلافين، بتتشال طبعا غلافين وتبدا تتقطع طرنشات وتتغسل بخل وليمون. ايوه. وفي ناس بتعملها، انا افضل يعني انها تتعمل بالبصل كده وفلفل. في ناس بتسلقها، فهي طبعا المخاصي جميله جدا جدا تمام. جدا. بس مش اي حد ياكلها برضه يعني، ليها ناس كيف. لسه حلوه. لكن هي اكله جميله. ولها فوائد جميله جدا جدا. فوائدها جميله طبعا. تسلم يا شيخ. طب اللحمه في الصيف بتقعد قد ايه وفي الشتاء بتقعد قد ايه؟ يعني انت لو معلق لحمه كده في الصيف ممكن تقعد قد ايه تستحمل، والشتاء؟ هي طبعا اللحمه عشان في التكييف ممكن تقعد لها من 10 ساعات ل 12 ساعه. تمام. في التكييف. اما خارج التكييف طبعا بره الثلاجه ممكن تقعد لها 5-6 ساعات خارج الثلاجه. في الشتاء ممكن تبات بره عادي. طبعا نصيحه لكل الجماعه اللي بيذبحوا وبيجي لهم جزارين، يعني بيقولوا انهم جزارين. طبعا حصل كتير السنه دي ان الجزار او اللي هو بيعمل نفسه جزار يروح يذبح للناس ويقطع اللحمه ويسيبها ويمشي، يقول لها ما حدش يحطها في الثلاجه عشان مش تبوظ. فطبعا صاحب الذبيحه بيسيب الحاجه يبيتها بره فيقوم يلاقيها ضربه. تمام. فطبعا ده غلط. في الصيف عشان تذبح حاجه وتقطعها
بتريحها بس 3 ساعات، وبعد كده لازم تخش الفريزر قطع مثلا عن كيلو تتكيس وتتحط في الفريزر. يعني ما ينفعش اللحمه تتحط وهي سخنه؟ لا سخنه لا، لازم تبرد الاول بره. لازم تبرد على الاقل ساعتين، اللحمه تتفرد وتبرد. مش اكتر من كده. في ناس كتير سابتها وبيتتها بره، وطبعا اللحمه باظت منهم وضربت. تمام. طب بالنسبه للحمه المفرومه، روحها اقصر من اللحمه اللي هي القطع طبعا. اللحمه المفرومه روحها اقصر كتير تمام من اللحمه القطع. يعني الواحد ياخد لحمه مفرومه لازم تكيسها على قد طبختك. ايوه، مثلا نص كيلو، كيلو الا ربع، تعملها اكياس كده وتحطها في الفريزر. ما تحطش برضه هي سخنه، لازم برضه تكون بارده شويه. لازم تكون بارده وتخش الفريزر. ما ينفعش عشان طبعا البكتيريا. ما ينفعش تحط لحمه طبعا جوه الثلاجه وهي سخنه. لازم تقعد لها على الاقل ساعتين 3 في الصيف عشان تبرد. تمام يا ريس. ماشي يا ريس، متشكرين يا عمرو. الف شكر يا عمرو. السلام.